أهمية الاتفاق الذي وقع بين المجلس العام لحي الشيخ مقصود والأشرفية وأيضا سلطة دمشق، كيف ترى أهمية هذا الاتفاق في تعزيز السلم الأهلي وأيضا لتنفيذ اتفاقيات أخرى في الفترة القادمة؟ فيما يتعلق بالاتفاق الذي تم إبرامه بين الرئاسة المشتركة لحيي الشيخ مقصود والأشرفية وبإشراف من الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، واللجنة التي تم تكليفها من الرئيس أحمد الشرع الحكومة الانتقالية، هذا الاتفاق تعتبر استمرارا للاتفاقية التي تم توقيعها بين جنرال مظلوم عبدي وأحمد الشرع. طبعا توقيع هذه الاتفاقية لها دلالات وأبعاد كثيرة. بالبداية أول ناحية تؤكد مدى تغيير ذهنية الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع، يعني أصبح ينظر إلى سوريا بحقيقتها التاريخية، بحقيقتها الجغرافية، بتعدد القوميات، بتعدد المكونات، بتعدد الأثنيات. يعني خطوة إيجابية بتغيير الذهنية التي كان ينظر فيها النظام البائد نظام البحث للقومية الكردية ولجميع المكونات والأثنيات، وحتى المكون العربي الشعب العربي الذي عانى من سياسة الاستقصاء، سياسة التهميش في هذا النظام البائد. أما فيما يتعلق يعني خصوصية هذه الاتفاقية، طبعا لهذه الاتفاقية كذلك لها خصوصية، خصوصيتها عندما تتم توقيع هذه الاتفاقية بين الرئاسة المشتركة لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، هذين الحيين لها طابع قومي، طابع خصوصي، طابع اجتماعي. أغلب الموجودين في هذه الحيين هم من الكرد يعني. لذلك لها هذه الاتفاقية خصوصية خاصة يعني. هذه الاتفاقية ستكون اللبنة الأساسية، البداية الأساسية لتحقيق الاستقرار والتفاهم، لبناء سوريا ديمقراطية، سوريا تعددية، سوريا تشاورية لجميع السوريين، للشعب السوري أن يكون لهم رأي في أي قرار في المستقبل السوري، لتكون سوريا نحو لا مركزية. يعني هذه الاتفاقية تؤدي إلى بالبداية إلى عدم منح الفرصة والمجال لأي من المتسلقين والمستغلين أن يأتوا ويتاجروا على حساب هذا الشعب خلال 14 سنة الذي دفع ثمنها بشكل عام جميع السوريين، أكثر 100,000 من المخطوفين والمعتقلين، وبالآلاف من القتلى على يد هذا النظام، واكثر من 8 ملايين سوري تم تهجيرهم خارج سوريا، اضافه الى تهجير اصبحوا لاجئين، اضافه الى التهجير القسري اكثر من 7 ملايين سوريين ضمن بلادهم. هذه الاتفاقيه لا تعطي المجال للذين يريدون ان يتاجروا بالشعارات، هي خطوه وبادره اساسيه نحو اخذ بالاعتبار الخصوصية القومية للشعب، تعدد القومي في سوريا، تعدد مكونات، تعدد الثقافات. وشاهدنا يعني بدأت الخطوات العملية بتطبيق هذه الاتفاقية بإطلاق سراح المعتقلين والمساجين لدى الطرفين، سواء لدى الإدارة الذاتية في الحيين، سواء لدى الحكومة الانتقالية، وسيكون هناك خطوات أخرى.